السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن من GFX Academy. كنت اتسألت قبل كده في ازاي تحول الفيديو بتاعك الى فريمات او لسيكونس، بحيث ان هو وانت شغال عليه جوه النيوك يبقى خفيف على السكريبت، وفي نفس الوقت تلاقي الفورمات بتاعته والدنيا بتاعته اسهل واسرع بكتير. احنا عارفين طبعا ان نيوك بيقبل الموف فايلز والام بي 4 فايلز. ففي بعض الاحيان التعامل مع الملفات اللي زي كده ممكن يكون مع طول السكريبت ومع الشغل الكبير بيبدأ يهنج معاك، وبتبدأ الدنيا تبقى تقيلة عليه. عشان نخففه بنحول الملف بتاعك الى ملف سيكونس. النهاردة هنعرف ازاي نحوله لسيكونس او لفريمات بحيث ترندره وتستقبله هنا كفريمات، سواء كان في نيوك او ممكن انت لو بتتعامل مع الافتر ممكن ان انت ترندره في الافتر وتجهز الملفات بتاعتك قبل ما تشتغل على السكريبت بتاعك. تعالوا الاول نعرفها جوه نيوك. ده عندي ملف زي ما احنا شايفين، ملف كبير فيه اكتر من 600 فريم. خلينا مثلا انا عايزه هاخد منه اول 100 فريم بس. تمام، فانا هعمل السيتنج بتاعه البروجكت بتاعي وهخليه اقول له ل100. تمام، هقف كده على اول فريم بحيث بس ان انا اشوف ال100 فريم بتوعي. بعد كده بروح ببساطة عند الرايت نود، وجوه الرايت نود ببدأ احدد مكان اللي هعمل فيه الريندر. انا على سبيل المثال هخليها عندي على الهوم، تمام، على الدوكيمنت، وهعمل فولدر جواه باسم تيست مثلا، واقول له اوكي. الفولدر اللي هيبقى جواه الفريمات، تمام، وجواه بتسميه باي اسم. على سبيل المثال هسميه سكاي دوت، ونعمل هاش 2 3 4 مثلا اللي هي بعدد الفريمات دوت. على سبيل المثال هرندره كبي ان جي، فريمات بي ان جي، واقول له سيف. لو مش عايز بي ان جي، عايز ترندره بامتدادات تانية، تقدر تغيرها من الفايل تايب عندك هنا. تقدر تخليها مثلا EXR لو عايزه جودة عالية جدا، هيدر لو عايزه ملف هيدر. طبعا احنا هنا في السيكونس عندنا يا اما EXR يا اما BNG يا اما تارجم يا اما تف يا اما جيبك. كل دي عبارة عن امتدادات لصور مختلفة تقدر ان انت ترندرها، وبتختلف في الجودة. اقلهم الجيبك، وطبعا اعلاهم EXR. ملفات EXR 32 بت، بتحافظ على كواليتي حلوة قوي، وفي نفس الوقت بيبقى حجمها كبير جدا بالجيجات يعني. فخلينا احنا هنا في الBNG. بعد ما بتختار الفورمات اللي انت عايزه بتغيره هنا. لو غيرته هنا، يعني انا مثلا لو خليته جيبك مش هيتغير تلقائي هنا، لا لازم ارجع لفوق واغيره لجيبك. تمام، الامتداد بتاع الفورمات بتاعي بيقول الداتا تايب انت عايزه 8 بت ولا 16 بت. طبعا 16 بت بتبقى كواليتي اعلى، والداتا تايب بتختلف حسب الفورمات اللي انت عايزه للصورة. تمام، كده هنقول له الريندر. طيب بيقول لي هترندر من فين لفين. انا هنا هعمل تيست بس، فهقول له من 1 الى 100. انا مش عايزه ارندر الكل، عايزه ارندر بس 100 فريم، واقول له اوكي. هيبدا يظهر لي الفورمات الريندر بتاعي، ويبدا يمشي مع التايم لاين لغايه ما يخلص لي ال100 بتاعتي. هو بيقول لي الاستيميت تايم بتاعي دقيقه و13 او 14 ثانيه عقبال ما اخلصهم. وكل الريندرز اللي موجوده هتلاقيها عندي هنا. لو بصيت على الدوكيمنت في التست فايل، فين التست، هتلاقي ادي الفورماتس بدأت تطلع زي ما احنا شايفين اهو. هيرندرها لي في شكل صور زي ما احنا شايفين، بحيث كده تبقى الدنيا اسهل، وبيبدأ يمشي معاها واحدة واحدة. هو ده السيكونس او الفريمات اللي احنا قلنا عليها. والهاشتاجات اللي احنا كنا قايلينها من جوه دلوقتي، قلنا 1 2 3 4، عشان كده قايل لي 0 0 0 1 2 3 4 وهكذا.
فدي يا اما تخليها 3 4 على حسب عدد الفريمات بتاعتك. فانا لو غيرت السيكونس او غيرت لليست هتلاقي بدأت اهي، هتفضل شغالة لغاية ما توصل ل100 فريم. طبعا التعامل بالمنظر ده هيبقى اسرع واخف واسهل بكتير جوه نيوك او جوه اي برنامج تاني بيعتمد على او بيقبل السيكونس. هتلاقي الدنيا فعلا اخف واسرع بكتير. زي ما احنا شايفين هو كده تقريبا خلص 97 8 9 فاضل فريم كده، هو خلص الريندر. كده اقدر من بره اروح اسحب الملف جوه هنا، وبكده بقى عندي نفس الملف ده بس ملف الدنيا. بصوا هنا هتلاقيها ماشيه بشكل اسرع، شايفين خفيفه ازاي على التايم لاين، والدنيا فعلا اسهل واسرع بكتير. زي ما قلنا قبل كده السيكونس او الفريمز بيبقى سريع على التايم لاين وجوه البرنامج، وهيبقى بقى مع السكريبت كل ما يبقى طويل هتبقى اخف بكتير، احسن من ان انت تتعامل مع فيديوهات جاهزه جوه البرنامج. كده احنا عرفناها جوه نيوك. طيب لو حابب تعملها جوه الافتر اعمل ايه؟ تعالوا نشوفها في الافتر. نفس الملف بسحبه عندي جوه. طبعا انا سحبته هنا للبروجكت وسحبته جوه هنا للكومب بحيث يعمل لي كومب بنفس مقاسات الفيديو بتاعي. تمام، بس في الحاله دي انا مش عايزه 100 فريم، او خلينا ماشي، خلينا نقول مثلا خلينا 104 مثلا. تمام، اقول له end واقول له تمام. كده ادي عندي انا عايزه بس اخد الريندر بتاع الجزئيه دي بس. تمام، ادي الكومب بتاعي. دلوقتي هروح اقول له للكومبوزيت واقول له add to render queue، وهنا بروح للريندرز واقول له مش عايزاها AVI، عايزاها بقى ايه sequence. برضو نفس الفكره PNG sequence او JPEG sequence او TIFF sequence، دي كلها انواع فورماتس لصور، والتف اعلاهم والاعلى من الكل طبعا ال EXR. خلينا زي ما اخترنا هناك نختار هنا، خلينا PNG. طب الفورمات بتاع ال PNG منين؟ هتلاقي الفورمات اوبشنز هنا. هنا في الحالة دي انا في ال PNG مش شايف ليها اي فورمات. تمام، بعد كده بقول له اوكي. من الناحية التانية هنا بقى بيختار المكان اللي هتعمل فيه الفورمات والاسم. خلينا نسميها flying بس، نقول له save. وعشان يبدأ الريندر بقول له render. برضو نفس الفكرة، هيمشي بسرعة ويرندر لي 105 فريم. هنلاقيها جوه الدوكيمنت جوه التست، لا مش جوه التست، ورندرها اعتقد كانت هنا برضو. كده خلص الريندر وهلاقيها هنا عندي جوه الملف بتاعي باسم الجديد flying، وبنفس الطريقة برضو بتاعة السيكونس. تمام، وبنفس الفكرة برضو اقدر ان انا اسحب الفولدر عندي هنا. تمام، نسحبه رقم جديد، والدنيا هنا برضو بتبقى عندي سريعة في اي برنامج سواء افتر او نيوك او اي برنامج تاني. ده ببساطة تحويل اي فيديو الى فريمات او الى سيكونس، بحيث تقدر تتعامل معاه جوه نيوك، بحيث يبقى خفيف السكريبت بتاعك خصوصا لما بيبقى طويل وفيه شغل كتير. يسعدني استقبل اسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على صفحة الفيسبوك او على الموقع. شكرا والسلام عليكم.